السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في اسعد حال واتم صحة، اللهم امين. موضوعنا النهارده اوعي تخلي النرجسي يضمن وجودك. زي ما اتعودنا مع بعض، لايك وشير وسبسكرايب، ادعموني كتير على صفحتي فيسبوك هناء السيد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. من المعروف ان انت لما هتكوني مضمونه للنرجسي، طبيعي ان النرجسي مش هيعمل لك اي مصالح، مش هيحقق لك اي طلبات. ليه؟ لانك مضمونه، انت كده كده موجوده، انت كده كده عايشه معاه. لكن تقدري انك انت تاخدي مصالحك من النرجسي وفي نفس الوقت تحسسيه انك انت مش مضمونه. ازاي الكلام ده؟ الكلام ده عن طريق ان احنا نفرق بين حاجتين مهمين قوي: اهتمامك بالنرجسي واحتياجك للنرجسي. اهتمامك للنرجسي هو اللي هيخليه محتاج لك انت اكتر، يعني اهتمامك بالنرجسي هو اللي هيخليه حاسس بالامان من ناحيتك، حاسس انك انت مش بتشوهي سمعته، انك انت مصدر امان، خلاص فهيلبي لك احتياجاتك من المنطلق ده. تمام؟ النرجسي زي ما انتي بتبقي دايما بنقول خليكي مصدر وقود ايجابي ليه، النرجسي برضو بيحتاج برضو منك وقود سلبي. خلاص خلي بالك، النرجسي مش دايما بيحبك رايقه وفايقه ومبتسمه، لا، ساعات بيحس ان هو لوحده بس اللي كده، يعني هو بس اللي نكدي، هو بس اللي حزين، فيبقى عايز يشوفك ايه انت كمان حزينه عشان هو ايه يرتاح. في الحاله دي انت لازم تفهمي النقطه دي، تعملي نفسك متضايقه من اي حاجه، المهم يبقى في وقود سلبي، هو حاسس ان بمعاناتك، هو حاسس بايه، في حاجه كده، يعني مش الدنيا بيس كده دايما على طول والدنيا وردي كده على طول. خلاص، ده بالنسبة لاهتمامك بالنرجسي. طب نيجي بعد كده لاحتياجك للنرجسي. احتياجك للنرجسي سواء احتياج نفسي، عاطفي، مادي، كل الامور دي كلها النرجسي لما بيحس انك انت مساله الطلبات بالنسبه لك هي حياه او موت، او بالنسبه او انك انت شايفاه مصدر فقط لتلبيه الطلبات من غير مدحه، من غير الثناء عليه، من غير انك انت تدخلي طرف ثالث. مهم جدا انك انت تدخلي طرف ثالث معاكي علشان يبقى شاهد على تصرفات النرجسي معاكي، ويبقى في نفس الوقت حافز للنرجسي انه يحسن من علاقته معاكي ومن معاملته معاكي. الطرف الثالث ده ممكن تكون صاحبتك، جارتك، اختك، اي حد. احمي نفسك بالمجتمع ده، دايما اللي انا بقوله انك تحمي نفسك بالمجتمع من النرجسي. تمام؟ كمان احتياجاتك من النرجسي لما انت بتبقي بتطلبيها عن طريق انك انت بخيل وانا محتاجه، من المنطلق ده عمر النرجسي ما هيلبي لك اي احتياج. ولكن لما بتطلبي الطلب من باب انك انت قادر على الطلب ده، وان دوت برستيجك، انك انت كده حد محترم وفي حد شاهد على الطلب ده، في حد يعني لما هيعملك الطلب ده في ناس هتشوفه. فهمتي؟ فالموضوع ده بيشجع جدا النرجسي على تلبية احتياجاتك وطلباتك. خلاص، كمان النرجسي هو شخص عقلاني جدا، مصلحجي جدا، فالموضوع انك انت تتعاملي معاه من خلال المشاعر، انت بتضيعي نفسك، اولا بتعلقي نفسك بيه قوي. خلاص، النرجسي بيجيد هذا، يعني النرجسي في بداية علاقته بيكي بيفهمك ان مربط الفرس في ادراكه ليكي وفي انك انت تاخدي رضاه هو المشاعر. لكن دي الاكذوبة اللي النرجسي بيبيعها عليكي علشان تجري في تراك تضحيات وتنازلات ملهاش حدود، ما انت بقى بتتعاملي بمشاعرك بقى وعواطفك. فهمتي؟ لكن النرجسي لما بيدرك انك انت بتتعاملي معاه بعقلانيه وعلى سبيل انك انت لا بتظلمي نفسك ولا بتظلميه، بيحترمك وبيحترم انك انت مقدره نفسك وانك انت عارفه قيمه نفسك. تمام؟ فبالتالي ما بيقدرش انه يدوس عليكي او انه يجي عليكي او يقهرك او غيره. فاهمه؟ حاجة مهمة قوي بتخلي النرجسي عارف انك يعني انه مش ضامن وجودك. خلاص، ايه هي؟ انك انت ما بتقدميش تنازلات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لازم تبقي دارسه احتياجاتك كويس جدا، وعارفه انت عايزه ايه ومش عايزه ايه من النرجسي، محتاجه ايه ومش محتاجه ايه من النرجسي. ما ينفعش ابدا انك انت تطلبي طلب من النرجسي وتعملي مشكله كبيره عليه، وتعملي
بروباجندا جامد عليه، وبعد كده تنسحبي وتتنازلي عن هذا الطلب من غير ما تاخدي موقف جامد امام النرجسي. كده النرجسي هيتلاعب بيكي، واي طلب انت هتطلبيه منه مش هيوافق عليه، لان هيقول اخرها انها هتسكت وتتنازل عن حقها. فالافضل من كده انك انت تعرفي انت محتاجه ايه، محتاجه وعارفه النرجسي هيقدر على تلبيه هذا الاحتياج ولا لا. لان ما ينفعش انك انت تطلبي حاجه هو رافضها او انه مش هيقدر يعملها، فيبقى موقفك مش ظريف، يبقى انت كده في موقف ضحيه، في موقف ضعف. فالنرجسي هياخدها ذريعه ان هو يكرر السلوك ده كتير معاكي، وهو ده دايما اللي بيحصل مع ضحايا الشخصيات النرجسيه. خلاص. طيب تاني حاجه مهمه جدا، موضوع انك انت تظهري دايما للنرجسي انك انت راضيه عنه بصفه عامه، وانه شخص يعني مقبول عندك جدا 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 بشكل مبالغ فيه. انا ما بقولكيش ما تعمليش كده، مضمون ماشي اوكي، اعملي الموضوع ده، ولكن مش بشكل مبالغ فيه، مش بشكل انك انت تبقي يا سلام طايره بالنرجسي. ليه؟ لان النرجسي مجرد انه حس انك انت راضيه عنه مستكفيه باللي هو بيعمله، خلاص هيمنع عنك كل حاجه، هيلغي طلباتك ويلغي احتياجاتك ويلغي كل اللي انت عايزاه. خلاص. فالافضل انك انت تمسكي العصايه من النص، مش كل حاجه انت راضيه فيها 100% عن النرجسي. خلاص. وده عن طريق انك انت ما تشكريش النرجسي. مش في كل الاحيان بتشكري النرجسي، في احيان ممكن تشكري فيها النرجسي، وخصوصا لو كان قصاد حد، تمام. لكن في احيان اخرى شكرك للنرجسي معناه انك انت راضيه، انك انت استكفيتي، انك انت خلاص تمام. تلاقي دايما سلوك النرجسي معاكي بعد الشكر ان هو منع اللي انت كنت بتشكري عليه، منعها تماما. يعني ما بقاش يعمل لك اللي انت كنت بتحبيه منه او انك انت كنت متوقعاه منه زي الاول. ليه؟ لانك انت شكرتيه. طبعا انت ما بتفهميش الموضوع ده ومش بتدركيه، ومستحيل حد طبيعي يدرك ان الشكر والامتنان لاي شخص هو باب لمنع اي طلبات عليكي يعني. خلاص. ولكن احنا قصاد اضطراب، مش انت مش بتتعاملي مع شخص، انت بتتعاملي مع اضطراب، وبالتالي ففي امور كتير مفاهيم كتير مقلوبه مع الشخصيات النرجسيه. للاسف انت بتضطري انك انت تقلبي المفاهيم وتقلبي الايه علشان تتماشي مع العقليه المضطربه للنرجسي. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب اكون قدرت اشرح النقاط السابق ذكرها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.